المباراة ب3 أهداف لهدف أول. يحاول يمر يعدي، عدت أيضا العراقي حيدر. يعطى فرصة أيضا في هذا التوقيت، وحضور أول أمام أنجي الاسترالي. عبد الله الخيبري حاول حيدر وخطأ، خطأ لحيدر عبد الكريم. هذا هو العراقي لحيدر مرة ثانية. النجدي بالخلف يحاول خيبري، آخر دقيقتين على النهاية. حيدر من النص. لن تظهر بصمات أي مدرب مع البداية، لن تظهر أي مدرب. شوف النقلة الجميلة، المحاولة. كان الغامدي حاول يروح، حاول يلعب، يحاول يمرر، أيضا حضن على كورته إلى يد حارس المرمى. جميلة الكرة، النقلة من نص الملعب. إمكانيات لراكان بصراحة رائعة، بنية جسمانية رائعة لهذا اللاعب. عبد الملك الجابر يلعب الكرة العرضية، المحاولة. الحمدان إلى ركلة زاوية، يقاتل الحمدان على كل كرة. شوف عبد الله الحمدان المدافع معاه إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية نصراوية. لعبة ركلة الزاوية، لعبة بالراس. الله، حيدر يسجل. حيدر عبد الكريم العراقي برأسيته يسجل الهدف الثاني، هدف ثاني للنصر. شوف ركلة الزاوية، لعبت على الرأسية عالي. حيدر عبد الكريم يسجل الهدف الثاني للنصر. الله الله، بالروح اللي دخل فيها الشوط الثاني النصر، بالنقص اللي ولدنا العزيمة وعطاء أنه يقاتل إلى آخر المباراة ب3 أهداف لهدف أول هنا بقميص نادي النصر لحيدر عبد الكريم. حيدر عبد الكريم، الحمدان سجل الأول، حيدر سجل الهدف الثاني، وممكن يجي الهدف الثالث، ونروح إلى ركلات الجزاء. هذه ركلات الترجيح، لكن هذه فيها خطأ على عواد أمان. فليطمئن الجمهور النصراوي، لا خوف على القياس ابدا في المباريات، لا خوف على الصوره، لا خوف. لن تظهر الصوره واضحه، لن تظهر بكامل الوانها، لن تظهر بكامل جمالها، لن تظهر بكامل اطارها ابدا، ولا في مباراه الميريا القادمه، ولا في كل معسكرات الأندية السعودية اللي تقدم معسكراتها: الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد، القادسية، الاتفاق، الهلال، الشباب، كل هذه الأندية وبقية الأندية طبعا في دوري روشن السعودي للمحترفين. محاولة المرور، لكن شوف شكل النصر صار أفضل، روحه عالي جدا بحضور ماجد كشيش أيضا اللي نزل على الطرف الأيمن المعار الموسم الماضي مع فريق الفتح. الحمدان محاولة، كشيش حاول يمر، مر من الأول أمام لاعبين، فقد كورته، يقاتل أيضا على يحاول الحمدان، يحاول يمر، وعدت إلى خارج أرضية الملعب. انتهت 90 دقيقة أحبتي الكرام، ودقيقة حتى الآن مضافة في وقت بدل الضائع، ونشوف هذا الوقت اللي النصر ممكن يصل فيه من خلال الهدف الثالث. في محاولة استلام، النجدي طولها، طالت، عدت إلى خارج أرضية الملعب. تجربة ناجحة بكل المقاييس، تجربة جيدة بكل المقاييس لأنجي الأسترالي في أول ظهور هنا أمام الجماهير
في مباراة منقولة هنا على الاس تي سي تي في. خيبري ممكن يضيف 4-5 دقائق. حكم المباراة على النهاية. محاولة المرور عدت إلى خارج أرضية الملعب. هذا ماجد قشيش. محاولة المرور بالراكان لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى جانبية. 3 أهداف لإستريلا دا أمادورا البرتغالي، 2 للنصر. إلى خارج أرضية الملعب. إلى جانبية في هذا التوقيت. اللعبد يضغط الحمدان، مقاتل رائع جدا الحمدان في كل كرة. شوف يضغط الحمدان على حارس المرمى. إنيجو فوتها. عواد. خيبري في الاستلام، جميلة جدا في محاولة عبد الملك الجابر بشكل خاطئ. عدت الكرة. قد يكون احتسب مثلا 5 دقائق على وقت بدل ضايع في هذا اللقاء. يحافظ على كورته، يمر امام لاعبين. برافو حيدر عبد الكريم، برافو، مهارته عاليه. شوف ياخذ بطاقه ما فيها كلام. نعم بطاقه، لكن مهاره اللاعب حيدر عبد الكريم ما شاء الله تبارك الله. عمر صغير جدا وامكانيات رائعه في وسط الملعب. إنيجو مارتينيز يلعب الكرة الطويلة خلاص. عبد الملك الجابر طالت كورته، عدت إلى خارج أرضية الملعب. يبدو أن احنا نعيش في آخر أوقات هذا اللقاء. مرور. حيدر حاول. إنيجو مارتينيز. الخيبري ضغط وخطأ. خطأ لمصلحة النصر. ندخل أحبتي الكرام في الدقيقة 5 في الوقت بدل الضائع من هذا اللقاء. عبد الملك الجابر امام لاعبين، يلعب كرة. سالم النجدي سيطر على كورته، تحصل على جانبية. ممكن يخطف النصر من الهدف الثالث على هذه الدقيقة. شوف الكل، انيجو مارتينيز، عواد امان، الكل تقدم من قشيش. الكل المدافعين تقدموا على الكرة الأخيرة. لا، ركلة الزاوية اللعبت على راس ميم في يد حارس المرمى. هذه سهلة. 5 دقائق عدت أحبتي الكرام وندخل في الدقيقة السادسة. لاعبو فريق النصر الآن متقدمين. شوف طول الكرة لكن برافو. قتالية ركشيش أيضا. الغامدي، الجابر، طويلة بعيدة. عدت يا جابر. حاول يمرها بين اللاعبين لكنها عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. حكم المباراة يطلب من حارس المرمى أيضا أن يلعب الكرة بشكل أسرع. يلعب الكرة الطويلة، يحاول يمر لأن في عدد تغييرات كثيرة توقف اللعب فيها. عدد من الإصابات أيضا في محاولة. عبد الله الحمدان يحتاج المساندة. حيدر عبد الكريم يحاول. مر حيدر أمام 3 لاعبين لكن ضاعت كرة حيدر. حاول يمر، حاول يعدي.
هجمة مرتدة لنادي استريلا، يلعب الكرة والتغطية من انيجو، محاولة المرور، طالت على الحمدان. بدأ نشوف الشوط الثاني في النصر في الدقائق بعد التبديلات، في محاولة المرور والتسديدة والمحاولة والهدف.